محمد صلاح ولا محمد ابو تريكه؟ مين الجدع؟ مين في دول فخر الاسلام الحقيقي؟ مين في دول فخر العرب الحقيقي؟ مين في دول البطل؟ مين فيهم هو جيش اهل غزه والمدافع عنها؟ اللي قال العالم يصمت امام موت اهل غزه وتحيا فلسطين تحيا فلسطين، ولا اللي قال يجب ايقاف هذه المجازر وادخال المساعدات الانسانيه الى غزه؟ مين البطل في دول؟ ده اذا كان لازم يكون في بطل يعني. ما هو دلوقتي ما فهمش فكره ان احنا في كل حدوته لازم يكون في بطل. لما ابو تريكه طلع اتكلم في استديو بين سبورت وبيشكو صمت العالم على اللي بيحصل في غزه، محدش ركز وقتها ان ابو تريكه غاب خلال اول 50 يوم من الحرب على غزه عن انه يقول اي رساله تلفزيونيه. محدش حلل كلامه ولا ليه غاب انه يقول الرساله دي على قناه رياضيه عالميه تاثيرها اكبر وهتتناقلها وسائل الاعلام بكل اللغات وقتها، ولا حد ركز مع اي حاجه. الكل قال لك بس الله اكبر، شوفوا فخر العرب الحقيقي، اتعلم وشوف يا صلاح. رغم انه لما صلاح بقى اتكلم الكل جاب فيديو صلاح وقعد يحلل كل كادر وكل حرف، والاضاءه مخطوف يا عيني ما بيتكلمش، والكل قعد يهاجم صلاح. ده نفس اللي بيحصل دلوقتي، صورة ما اختلفتش كتير، الكل بيهاجم محمد صلاح، والكل او الاغلب مصمم انه يصدر ابو تريكه وكانه لم يأت من بعده احد، هو ده الوحيد اللي بيقدر ياخد موقف في الكون. الكل بيهاجم صلاح زي ما قلت لك كده بسبب بدون سبب، يقعد يسالوا عن مواقفه، لكن في نفس الوقت بيعملوا ايه؟ بيمارسوا مهمه هي تقديس محمد ابو تريكه. وانا عارف الناس تزعل مني بس انا مش بتكلم هنا عن ابو تريكه اللاعب خالص. محدش سال مثلا ابو تريكه فين موقفه من القناه اللي بيظهر فيها اللي اذاعت من قريب الماتش ده، اسرائيل وفرنسا. محدش سال خالص، بل على العكس دول برروا وقالوا لك دي قناه كبيره وعندها عقود واتفاقيات لازم تحترمها، وانا مش ضد احترام الاتفاق والعقد، بالعكس عادي. بس الغريبه بقى ان نفس الناس دي اللي بتدافع عن ابو تريكه وعن القناه بتاعته هم نفسهم اللي هاجموا مصر من كام اسبوع لو تفتكر بسبب عبور السفينه من قناه السويس، ووقتها قلنا في اتفاقيات، في قانون، في عقود، وفي دول كبيره لازم تحترم الاتفاقيات. قال لك لا طز في الاتفاقيات مش مشكله، خد موقف. بس هم ما طلبوش ان القناه تاخد موقف، عادي. ما انا قلت لك قبل كده انه مفيش منطق. نرجع تاني للهجوم على محمد صلاح. هل طبيعي ان حد في الكون يبقى عنده ايقونه زي صلاح ويقعد يكسر فيه بالشكل ده؟ هو في ايه يا جماعه؟ ده صلاح نفسه تخطى فكره ان هو واحد من اهم اللعيبه اللي كتبت اسمها في كتاب تاريخ الكره الانجليزيه والاوروبيه، وبقى رمز مصر عالمي فعلا. والحقيقه انا فعلا بيصعب عليا محمد صلاح بشكل انساني، بيصعب عليا جدا اللي بيشتموه واللي هاجموه وكفروه لانه تاخر في الكلام عن غزه، ولما اتكلم برضه شتموه، وقبلها نفس الحكايه بسبب صورته مع عيلته قدام شجره الكريسماس اللي هتتكرر برضه بعد شهر وهتبقى خناقه، وقبل كده صورته هو ومراته مع نجم السينما الامريكيه. دلوقتي هم نفسهم بيهاجموه وبيشتموه لانه قالوا انه بيقرا كتب، والكتب دي مش على مزاجهم، رغم انهم برضه زي ما قلت لك من شويه بيقعدوا يتحسروا على زمن الرياضي المثقف والفنان المثقف، ودي برضه ما علينا. اللي احنا عاوزين نركز معاه ان اللي بيحصل في موضوع صلاح اكبر من كده. احنا كل شويه بعد اي انجاز يحققه محمد صلاح او اي حدث بنلاقي خناقه، ناس تصرخ تقول لك محمد ابو تريكه هو فخر العرب الحقيقي، ابو تريكه هو فخر المسلمين، ابو تريكه احسن لاعب في الكون. هو مين محمد صلاح ده؟ عمل لنا ايه؟ عمل للاسلام ايه؟ عمل للوطن العربي ايه؟ هنا بقى لازم نركز مع بعض عشان ده درس لينا كلنا. لازم نتجاوز صدمه الكلام ده كله، لازم نعرف ان اللي عملوا كده نقدر نقسمهم لنوعين. الاول مواطنين عاديين اتغسل دماغهم بافكار غريبه على مدار السنين، والنوع التاني هم الناس اللي هيفضلوا يحاربوا ويصرفوا ملايين ويعملوا هاشتاجات
ويسرحوا لجان علشان يثبتوا في دماغ الاجيال الجديده وفي دماغ الناس عموما ان ابو تريكه هو الايقونه الاسلاميه، بينما الراجل ده لا.